لو عايزين تعملوا شوكليت كيك بطريقة صحية ولذيذة بدون سكر خالص، حاجة كده تنفع للكبار وتنفع للصغار، حاجة لذيذة محدش هيكتشف اللي جواها بس طعمها خطير جدا. يلا بينا نبتدي اقولكوا عملتها ازاي. وهنا انا جهزت 10 بلحات. تمام، بنشيل منه النقع، انا بديله شطفة بسيطة وبشيل منه النقع والراس اللي فوق دي، وهسيبه منقوع في حليب دافي. نص كوباية حليب هسيبه ربع ساعة بالظبط. وفي الخلاط هنكمل اضافة كل المكونات مع بعض. هنا احنا الكيك دي هتبقى سهلة وجميلة جدا وصحية، مش تاخد معاكوا 10 دقايق تحضير. وجهزت هنا كوباية الا ربع من دقيق اللوز. تمام، اي نوع انتي حابة تجيبيه، انا ده من عطارة محترمة بحب اتعامل معاها. هنا كوباية الا ربع دقيق لوز من غير نخل ومن غير اي حاجة. بنزل بيهم على الحليب بالبلح، وبنزل هنا بكيس بيكنج باودر. تمام، وانا هنا كنت هضيف كاكاو فحبيت ازود الفانيليا شوية، فحتى 4 اكياس فانيليا. تمام، وبالمج اللي انا عايرت بيه هجهز فيه ربع كوباية كاكاو خام غير محلى. تمام، مش هزود الكاكاو عشان ده خام، هيديني نتيجة هايلة جدا. ونزلت عليهم هنا ببيضتين، ونزلت بمعلقتين كبار مهرمين سمنة. ممكن تعملوا اللي هو ما يعادل نص كوباية سمنة، او ممكن نص كوباية سمنة على زيت زي ما انتوا حابين. بس انا حابة بعملها صحية خالص، فحطيت فيها سمنة بس. ابتديت في الخلاط ضربت كل المكونات بتاعتي. هتبقى تقيلة شوية بس هتتضرب، ما تقلقوش عادي. في صينية صغيرة دي اصغر مقاس، نزلت بالمكونات بتاعتي بعد ما ضربتها كويس جدا. تمام، ما تقلقوش، انا عارفه ان يعني الخليط بتاع الكيكه هيكون سميك شويه، ما تقلقوش خالص. وهنزل في الصينيه بعد ما دهنتها اي ماده دهنيه، سمنه او زيت. وبعد ما اوزع الكيك بتاعي هنزل هنا، دي خطوه اختياريه، كان عندي بسكويت شوفان حبيت انزل بيه على الكيك بتاعي على الوش. هو كان بسكوت بصراحه، كان متفتفت عندي، وكنت عايزه ادي بيه اضافه شكل وطعم، فحطيته على الوش. ونزلت هنا بعين جمل او اي مكسرات عايزين تحطوها، او ممكن تستغنوا خالص، دي كلها اضافات ممكن نستغنى عنها وهي كفايه الكيك بس. وما تنسوش تشغلوا الفرن قبل ما تبتدوا في الكيك بربع ساعه، رف اوسط درجه حراره 180. ولو الفرن درجة حرارته مش عالية قوي، ممكن نحط على الشبكة اللي فوق الفرن على طول فوق الصاجة لمدة نص ساعة بالظبط. كنت مشغلة المروحة، عارفة ان الفرن بتاعي مش شديد، درجة حرارة 180، ظبطت على نص ساعة، طلعت معايا مظبوطة جدا. ولو عملت لها تيست بالشوكة او الخلة وحسيتوا ان هي تطلع معاكوا عجين، سيبوها 5 دقايق كمان. انا كانت نص ساعة بالظبط وكانت طالعة جميلة جدا. بعد ما هديت ابتديت اقطعها، مقطوعة مظبوط جدا، ولا مفتفتة ولا فيها اي حاجة، ولا باين ان كل اللي فيها ده حاجات صحية. هي اتاكلت شوكليت كيك بدقيق ابيض عادي خالص، ولذيذة جدا، والولاد كلوها ومحدش حس بجد باللي كان جواها. جربوها ومستنية رأيكم.